السلام عليكم متابعينا الكرام. سوريا عم تغير جلدها. كيف راح نتأهل للدور 16 سواء كان مركز ثاني أو مركز الثالث؟ المنتخب السوري حجم المنتخب الأسترالي يلي تصنيفه عالميا 24. هاي التفاصيل اليوم راح نحكيها وخليكم متفائلين. وبالنسبة للتوقعات راح نسوي توقعات على اليوتيوب، فبتمنى اللي يتوقع نتيجة الهند وسوريا قديش راح تنتهي يكتب لنا باليوتيوب النتيجة على التعليقات حتى ندعم صفحة اليوتيوب. وإن شاء الله نحن مثل العادة راح نربحكم جائزة 300 ألف للي بيتوقع النتيجة الصحيحة لمباراة سوريا والهند. تابعوا معي التفاصيل. متابعينا الكرام، سوريا عم تغير جلدها. سوريا اللي كنت قبل ما تتابع مباراة ب5 دقائق ب10 دقائق تشرب لك حبة سيتامول او حبة ضغط مشان ما يرتفع ضغطك او تنجلد. وحتى هلا ما في داعي انك تتمنى انه منتخبك يلعب له 4 5 نقلات حتى شوي تستمتع، يعني تقول عنا فريق بيعرف يلعب كرة قدم، عنده كنترول، عنده لمسات. بدون هاي لعبت طجت لعبت وشلف تربح. انا بهذا الفيديو ما بدي اقيم واحكي لك شو صار بالضبط، يعني ما بدي كتر الموضوع باللي صار بالملعب، ولكن المنتخب السوري كانوا رجال. الشوط الاول لعب، وهاي شهادة كبار اللاعبين والمحللين والمعلقين قالوا هذا الكلام اللي انا بحكي لك اياه. سوريا كانوا رجال بالملعب، لكن التوفيق ما حالفنا. ولا لو سجل الهدف الاول بابلو صباغ او العجان او عمار رمضان كنا تقدمنا وكبسناهم وحافظنا على الجول يلي اجا دربكه من بين اللاعبين، سواء كان من عجان لإزاكيل لإلي خليل. هاي الدربكه اللي صارت بالغلط اخذها اختنصها اللاعب الاسترالي وحطها جول تافه جدا. كثير حكيت انه المنتخب الاسترالي محضر يا جماعه. شوفوا تحضيره، شوفوا المنتخبات اللي لعب معه، شوفوا الدعم اللي عم يتقدم له. المنتخب الاسترالي مصنف 24 عالميا. اليوم المنتخب السوري حجمه وخلاه يلعب على الزوايا للمنتخب. شفتوا لي شيء هجمه واحده للمنتخب الاسترالي بالعمق؟ المنتخب السوري سكر العمق وكمش الاطراف، حتى رفعات حرمون اياها الا يعني كم رفعه طلعت له بالغلط وجابها لعيبتنا. ما كان عندهم هجمات مرتده، بالعكس نحن كانت عندنا هجمات خطره، ولكن ما كان التوفيق من حظنا. كثير من الناس حتى بتهاجمنا لانه نحن مفكريننا عم ندافع على المدرب هيكتور كوبر، ولكن يا جماعه رجعوا لورا شوي. نحن من سنتين ما فايزين غير على كوريا بالغلط. فزنا 1-0 ويعني كان اداء سيء. شوف انا ما بدي احكي عن جميع اللاعبين اللي كانوا بالملعب او ما استدعوهم، لكن يا جماعه انسوا لي هدول اللاعبين اللي عم يلعبوا بسوريا. المدرب مع الكادر عم يبني لكم فريق. اليوم لسه اتاكدوا انه في لعيبه جايه بعد كاس اسيا. هدول اللعيبه اللي عم تشوفوهم بكاس اسيا راح يفوزوا على الهند، يتاهلوا دور 16، واذا طلعوا راح يطلعوا بشرف، راح يطلعوا وانتم مبسوطين منهم مثل ما كنتم مبسوطين من جوا مباراه سوريا واستراليا. ولكن شو الفورة الحرارة اللي جواتنا اللي بتتمنى انه بلدنا يفوز هي اللي كانت مسيطر علينا. ولكن نحن كنا مبسوطين بمباراة استراليا وسوريا لانه نحن لعبنا، لكن الحظ ما توفقنا. شوف المنتخب العراقي اليوم، المنتخب الياباني كابسه كبس اكثر من 7، وصل لل 74% استحواذ اليابان. المنتخب العراقي اخذ هجمه من على اليمين رفعها، الحارس الياباني دقت بايده بالغلط، اجت براس المهاجم ياسين وكبسهم اياها جول. ما كانت يعني مدروسه، ما كانت هجمه بالغلط واخذ جول. الهدف الثاني نفس الطريقه، هجمه مرتده دخل اللاعب على الشمال رفعها، نفس اللاعب ضربها براسه وجاب جول بهجمه مرتده. نحن لو نستغل هاي الامور كنا نحن كمان ربحنا، ولكن ما توفقنا. والمشكله نحن شوف كثير عالم عم يمدحوا عمار رمضان، وكان عم يمدحوا
اللي عم يلعب على الجهه اليمين محمود الاسود. يا اخي محمود الاسود صراحه بالهجمات، انا كنت واقف بالمدرجات، انا الحين راجع من قطر، كنت واقف بالمدرجات جنبه بهاي الجناح اللي كان هو واقف فيه. لما عم يستلم الطابه تلاقيه ما في سرعه، ما في حركه. شفت اللاعب العراقي كيف دخل وطلع من ملعب ارسو مثل النار، طلع ورفعها وجابوا جول. الهجمه الثانيه نفس الشيء، طلع على الشمال رفع. نحن بدنا نجي نحطها. يعني هذا عمار رمضان عم يعمل اللي عليه، بس ما كان ما صنع شيء لبابلو. وبالذات كمان الاسود. حتى شوف افضل لاعب بسوريا مين؟ عبد الرحمن ويس، وهذا كل الناس متفقين عليه. عبد الرحمن ويس لاعب بيعبي المخ. عبد الرحمن ويس يعني شغله عظيمه. طبعا كل الدفاع، وحتى مؤيد عجان كان رجل بالمباراه، سواء كان ايام موسو كان روما، كلهم هدول لعبوا وما قصروا. حتى ايزاكيل شوي متراجع اداؤه، كان ايزاكيل يعني بالكنترول واللمسات كذا. خليل الياس اللي كان عم يقولوا الناس انه متراجع اداؤه كان ممتاز، يعني ماسك النص. لكن الضغط العالي اللي سببوا علينا المنتخب الاسترالي، يا اخي طوال اجسام، انت شوفهم بالواقع شيء بخوف اجسامهم. هذا اللي اثر، سريعين، اول ما نستلم الطابه الضغط على حمل الكره مان تو مان، لاعب. هذا الشيء نحن اثر علينا بالشوط الاول، ولكن نحن حجمنا المنتخب الاسترالي، ما خليناه يفوت ولا هجمه. ضلوا عم يطيروا على الأجنحة، حاولوا كم رفعة، كانوا لاعبتنا بالمرصاد. والله دفاع يعني ممتازين. والله هو الجول لو ما فات هذا بالحظ يعني تنتهي تعادل، ويمكن نحن نحط جول. لو دخلت واحدة من شوطات اللاعبة تبعنا كان النصر حليفنا. لذلك هلا رح نحكي كمان عن كيف راح يتأهل المنتخب السوري. ترتيب المجموعة: استراليا أول ب6 نقاط، أوزبكستان ثاني ب4 نقاط، سوريا ثالث بنقطة يتيمة، والهند ولا نقطة. مباراتنا مع الهند هل رح تكون سهلة؟ لا أبدا. الهند فريق قوي متطور وعنده أمل أنه يتأهل، فلذلك رح يلعب لآخر نفس. كيف نحن ممكن نتأهل مجموعة نطلع الثاني أو الثالث؟ إذا بدنا نطلع الثاني لازم نفوز على المنتخب الهندي أقل شيء 3-0، أقل شيء 3-0 أو 4-0. 3-0 كمان منيحة. بيفوز المنتخب الأسترالي على أوزبكستان 2-0، نحن بنطلع الثاني. إذا نحن فزنا 4-0 والأوزبكي فاز 1-0 على والأستراليا فاز على الأوزبكي 1-0، كمان نحن بنطلع الثاني. إذا تعادل أو أي نتيجة غير خسارة أوزبكستان، او نحن ما فزنا اكثر من 1 جولين، نطلع نحن مركز الثالث ونتأهل احسن ثالث. والمنتخب العراقي اليوم يلي فاز على منتخب اليابان صار مركز الاول، يعني ممكن نحن نطلع احسن ثالث نوقع مع العراق. يعني العراق الشقيق اخونا وحبيبنا، والعراقيين كانوا بالملعب، وعملت لهم فيديوهات ونقلت لكم بالصفحه تبعنا على الفيس مجريات اللي صارت. كانوا العراقيين تارسين، يعني اللي لسه ما دخلوا، في ناس ما دخلوا، وكان في كثير. شوف العرب من جميعهم جايين يشجعوا سوريا. سوريا او العرب بشكل عام، العرب الشعوب العربيه بتحب بعضها، الجماهير بتحب بعضها، لكن ما بدنا نحكي بالسياسه. فلذلك كان الملعب متروس، والعراقيين حضروا بقوه شجعونا. ولكن انه المنتخب العراقي اسهل لنا من المنتخب الياباني، لكن نحن ما نخسر مع اليابان 5-0 مثل ايام زمان، لا، نحن رح نقارع اليابان بالفريق الجديد ان شاء الله. رح اكتفي بالفيديو اليوم بهذا القدر، وفيديو جديد رح نقيم اللاعبين، وشو اللاعبين اللي ادوا شو المهام الدفاعيه سواء هجوميه، ورح نحكي عن بابلو، ورح نحكي عن المدرب بشكل خاص. مدرب رح اعطيكم لمحه عن تاريخ سوريا بالمدربين شو سووا. يعني شوف، انا من 2015 شخصيا، من 2015 لما اجت الحرب وكذا ما عاد حدا تابعه. من 2015 كنت الحق المنتخب من بلد لبلد عشان اتابع المباريات تبعه، فكنت بعرف كل مدرب شو قدم، شو اثر، وشو اللعيبه اللي اعطونا. لذلك ما في مدرب احسن من هيكتور كوبر، مو بذكائه او كل شيء،
باللي عم يعملوه عم يشتغلوا فيه، سواء كان الكادر الاداري اللي عم يجيبوا لك هاي اللعيبه من اوروبا يلي ما حدا قدر يجيبه من الاداريين السابقين، او المدرب اللي عم يعمل لك رسم تكتيكي وعم تشوف باصات وتمريرات ولعب. هلا بتمنى لكم السعاده، بشوفكم فيديو جديد. لا تنسوا تتوقعوا مباراة سوريا والهند على صفحتي على اليوتيوب، اكتبوا تعليق وان شاء الله تكونوا واحد منكم من الرابحين. سلام.